ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. النهارده حصه جديده في اللغه العربيه ويوم جديد. اتمنى تكونوا بخير يا رب العالمين. هنكمل باقي الحروف النهارده، شكل الحرف في اول الكلمه ووسط الكلمه واخر الكلمه. جاني سؤال بيقول لي انت ليه متمسكه بانك تنزلي مجموعه الحروف بالشكل ده، لانه طبعا ده سؤال اساسي بعد كده للولد. سواء في مدرسه تجريبي او خاصه او كده، هينزل له في الامتحانات بتاعه في البوكلت. بيتسأله يقول له مثلا وليكن كلمة أرنب، الألف جاية في أول الكلمة ولا جاية في وسط الكلمة ولا في آخر الكلمة. فعشان كده أنا لازم أخلص الحروف، لأن دي خطوة أساسية للتأهيل للقراءة والكتابة بشكل صح. تمام. يلا بينا نكمل الحصة بتاعتنا. النهاردة معانا حرف الطاء أهو. تمام. وحرف الظاء. تمام. حرف الطاء أو الطه، وحرف الظاء أو الظه، على حسب ما تقوليه للولد. تمام. بس خلينا نقول طاء وظاء أفضل. حرف الطاء من الحروف الطيبة جدا اللي بتحب أصحابها، وبتيجي في أول الكلام بالشكل ده نفس ما احنا واخدينه، ومد ايديها من هنا. هي ايديها الأساسية، بس برضو ايه بتاخد صحابها معاها. تمام. وفي نص الكلام بتيجي بالشكل ده، تبقى كده كده ليها ايد هنا، وتروح مودة ايديها ايه هنا عشان تيجي كده في النص، تبقى في وسط الكلمة. وفي اخر الكلام بتيجي بالشكل ده برضو، اللي هو بتاع ايه، بتاع وسط الكلمة. يعني يعتبر حرف الطاء ليه شكلين اتنين بس، اهو في اول الكلام مدد ايده من هنا ياخد صحابه، واهو في نص الكلام مدد ايده من هنا ياخد صحابه من هنا، وفي اخر الكلام نفس الفكرة، ليه ايد اساسية هنا، وكده كده هيمد ايده عشان هو في اخر الكلام. تمام. حرف الطاء من الحروف الجميلة جدا، زي ما قلنا الطيوبة اللي بتحب اخواتها ومفيش اي مشاكل معاهم. طيب حرف الظاء، قالك انا نفس فكرة اخويا بس عليا نقطة من هنا. تمام. باجي في اول الكلام بالشكل ده، وفي نص الكلام بالشكل ده ومدد ايدي من هنا، وفي اخر الكلام نفس الفكرة برضو، باجي كده مدد ايدي من هنا، وبروح مدد ايدي منين، من هنا. دي ايدي الاساسية، لكن دي الايد اللي انا بمدها اخد مين، اخواتي. طيب تمام. في مشكلة؟ قالك لا مفيش اي مشاكل، احنا الاتنين بنحب اخواتنا، واحد من غير نقطة والتاني له ايه، والتاني شبهه له نقطة. ده اسمه طاء وده اسمه ظاء. طيب اما يتملى حرف الظاء بعد كده، هيبقى فيه اختلاف ولخبطة بين الزي والزال والظاء. مفيش اي لخبطة خالص، لان الظاء من الحروف اللي صوتها تخين. لما باجي اقوله في كلمة بقول مثلا ظرف. حرف الظاء ظاهر عندي ان انا بقول ايه، ظا. وليكن كلمة ظرف اهي. تمام. حرف الظاء باين عندي ان انا بقول ظرف، باين. ونضيف له كمان ان حرف الظاء من الحروف اللثوية اللي بنطلع لساننا لما نيجي نقولها. يبقى انا كده عندي علامتين لما المس تيجي تمليني، ان صوت الظاء تخين مش زي الزي ولا الزال، وكمان في نفس الوقت لازم المس تطلع طرف لسانها لانه من الحروف اللثوية. حرف الظاء من الحروف اللثوية. يبقى احنا كده خدنا كام حرف لثوي؟ 3 حروف: الساء والزال هما 3 حروف بس، وحرف الظاء. شاطر يا دودو. تمام. حرف الظاء وحرف الثاء والزال من الحروف اللثوية. يبقى انا كده عندي كم حرف لثوي؟ 3 حروف. كم حرف؟ 3 حروف. شاطر يا دودو. الثاء والزال والظاء. يبقى انا كده مش هيبقى عندي لخبطه لما المس تيجي تمليني كلمه فيها حرف الظاء. ليه؟ لان خلاص صوته تخين شويه عن الزال والزي، وكمان المس هتطلع لي لسانها فيه، فهعرف على طول ان ده ايه، ظاء. اللخبطه بتبقى شويه في الزال وفي الزين. وليكن زي كلمه زيل، الطفل مش عارف ان هنا دي زا، بدل طلعت لساني فيها هتبقى زال، ما طلعتش لساني تبقى ايه، زي. برافو عليك. تمام. احنا كده خدنا الحروف اللثويه، 3 حروف اللي هم الثاء والزال والظاء. كده احنا خلصنا الحروف اللثويه. تمام. وكده احنا عرفناهم، وعرفنا ان احنا لازم نطلع لساننا فيهم، والمس لازم ايه تطلع طرف لسانها لما تيجي تمليني، عشان افرق بين السين والثاء، وعشان افرق بين الزال والزي، وبرضو الزال والزي والظاء. تمام. انتظروني في فيديو جديد بإذن الله رب العالمين، ومع السلامة في رعاية الله. ما تنسونيش بلايك وكومنت واشتراك في القناة عشان نكبر بيكم ونزيد، وكل الناس تعرف القناة بإذن الله رب العالمين. مع السلامة.